ضجة كبيرة تتصدر مواقع التواصل، بطلتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي. في تطور جديد، تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى قضائية رفعتها هيفاء ضد طبيب تجميل شهير. القضية بدأت عندما استخدمت صور ومقاطع فيديو خاصة بها في الترويج لعيادة طبية دون أي إذن مسبق. محامي الفنانة أكد أن التصوير تم خلال زيارة واحدة فقط ولغرض محدد دون أي اتفاق يسمح بإعادة نشر المحتوى. لكن المفاجأة، الطبيب أعاد نشر الفيديوهات عبر فيسبوك، إنستغرام وتيك توك، وهو ما اعتبر مخالفة واضحة لقانون حماية الملكية الفكرية واستغلالا تجاريا غير مشروع لأداء فني محمي. ورغم مطالبات متكررة بحذف المقاطع، لم يتم الاستجابة، ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، حيث تقدمت هيفاء أيضا ببلاغ رسمي ضد نقابة المهن الموسيقية مطالبة بتنفيذ حكم لصالحها. القضية تشتعل والأنظار تتجه إلى المحكمة، فهل تنصف العدالة هيفاء وهبي أم تحمل الأيام مفاجآت جديدة؟